السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى يا جماعة يوم مش عادي. النهاردة يوم يعني مش عايزة أقول لكم يوم بمعنى الكلمة. النهاردة بقى مش أنا اللي هحضر السحور، اللي هيحضره بقى الراعي الرسمي اللي معانا، الراجل الطيب دوت اللي مهما اتكلم عنه مش هوفي حقه، أبو بناتي. يعني كان واخد أجازة كده عشان يقعد معانا، راح قال لي لا خليك انت النهاردة بقى وأنا اللي هحضر السحور. هو أول يوم لي أصلا يتسحر معانا، بس عمال لي سحور ايه بقى ملوك، ربنا يجازيه خير يا رب. يلا بس تعب والله في تحضير السحور. بس مش عايزه اقول لكم بقى يا اختي على شكل الحوض بعد ما خلص ايه السحور، ما يتشافش من كتر المواعين. مش عايزه اقول لكم بقى طبق عشان يعمل لي فيه الطعميه، وطبق عشان يحط فيه الطعميه بعد ما طلعت من الطاسه، وطاسه تانية عشان يقلي فيها الطعميه، وطاسه تانية عشان يقلي فيها البتنجان، ومش عايزه اقول لكم. بس يلا، كل يوم عشان خاطر عيونه. هو يتعب من اجل الاخرين ولا احنا نتعب من اجل الاخرين؟ يلا مش مشكله، ربنا يدي الصحه يا رب. يلا بقى تعالى اقول لك على كلمتين بقى انت وهي اسمعيهم بقى من منال، ماشي؟ وندردش مع بعضينا. الراجل بقى عشان ايه بقى تحبين ان هو يعمل لك الحاجه تقولي له ايه؟ الله ده الحاجه دي تطلع من ايدك كده جميله، انا ما بعرفش اعملها والله زيك. الله بصي يا حبيبي الستاره دي انا بركبها مش عارفه ايه، ما بعرفش اظبط الحته اللي فوق دي، ممكن بس بعد اذنك انت اللي تركبها لي، عشان انت والله بصي بتعرف تركبها حلوه قوي. الله يا حبيبي مش عارفه الحته دي انا ما بعرفش اعملها كده. مش تروحي تقولي له ايه؟ قوم بدل ما انت ما قاعد كده هو ما بتعملش حاجه، قوم اعمل معايا. لما تقولي له بقى قوم انت ما بتعملش معايا حاجه ولا الكلام ده، لا بقى خلاص خليكي انت بقى اعملي مع نفسك، ما بعرفش اعمل لك حاجه انا مش عارفه ايه. لا لا، اسمعي الكلام. قولوا له لا انا ما الحاجه دي ده انت اللي بص بتطلعها روعه، انا بحب اشوفها من ايديك كده بيبقى شكلها حلو. انت الحاجات الديكورات اللي بتلمسها كده بايدك في اخر الشقه مثلا او في الحاجه، يا سلام يا سلام بتخلي الشقه مش عايزه اقول لك كده. وانفخي فيه طول ما هو قاعد، انفخي فيه عشان يعمل لك اللي انت عايزاه. بس انا بهزر معاكم بس والله بضحك معاكم بس مش اكتر من كده. بس والله الحمد لله من غير ما انا اقول له اي حاجه، يعني ربنا يجازيه خير. هو بعينه كده لو شاف اي حاجه قدامه انا مش قادره اعملها، هو بيقوم من نفسه يعملها لي والله الصراحه يعني. ربنا يجازيه خير يا رب، وربنا يجازي كده رجالاتنا كلها يا رب خير، ويرزقهم يا رب بالرزق الحلال. بس هنا كده عمل لنا فول وعمل لنا بطاطس وعمل لنا جبنه بقوطه بقى وحمر لنا طعميه وعمل لنا ايه تاني يا ربي مش فاكره انا سحرت ايه. وقطع لنا بقى خيار على طماطم بقى كده ورصه، وظبط الراجل يعني الدنيا. عمل لنا حمر لنا بتنجان، ورشلنا عليه بقى حبه كمون بحبه فلفل، بحبه قصدي ملح كده. بس كده عادي، الناس كلها بتعرف تحمر بطاطس وبتعمل فول وبتعمل جبنه وبتعمل كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي. بس انا قلت كده لا، بما ان هو دخل المطبخ وتكرم كده لازم نطلع بقى، لازم اطلع اقول له كلمتين في حقه يعني. يعني الراجل ما يتعبش ويكلف الدنيا دي كلها وفي الاخر ما اطلعش اقول كلمتين في حقه، لا ابقى كده بقى خالص. فطلعت قلت كلمتين في حقه بقى يا جماعه. بس لو وصلتي بقى لغايه هنا ولسه بقى بتتفرجي علينا وعلى سحورنا الجميل دوت اللي الفرعون الصغير حضره، ماشي؟ ما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب، والاشتراك في القناه عشان كل ما انزل فيديو جديد يبقى يجيلك بيه اشعار وتشوفيه على طول. انا بحب اهزر بس والله يا جماعه مش اكتر. ماشي، اسيبكم في رعايه الله وحفظه وامنه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.